للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا عبر سكايب محمد المذيب الناشط الإعلامي بدرعا وريفها. محمد مرحبا بك. أهلا بك أخي الكريم. لو تطلعنا بداية على أبعاد اغتيال الشيخ أسامة اليتيم، وهل تم تحديد الجهة التي تقف وراء هذه العملية؟ طبعا بالنسبة للجهة هم لا زالوا مجهولو الهوية. عملية الاغتيال تمت أمس للشيخ أسامة اليتيم مع 2 من مرافقته، كذلك 2 من إخوانه من قبل مجهولين وملثمين. هذه ليس المرة الوحيدة التي يتعرض فيها الشيخ أسامة اليتيم رئيس محكمة دار العدل للاغتيال، فقد حاولوا المجهولون في مرات سابقة وعديدة اغتياله عن طريق زرع العبوات الناسفة في المسجد وعلى طريق عودته إلى منزله وفي عدة أماكن، لكن باءت تلك العمليات جميعها بالفشل إلى أن جاءت عملية أمس واستطاع الخونة قتل الشيخ أسامة. طبعا بالنسبة أبعاد هذه المسألة، كون الشيخ أسامة اليتيم هو رئيس المحكمة الوحيدة التي اتفقت عليها الجبهة الجنوبية بشكل كامل من درعا وريفها والقنيطرة وريفها، كذلك ريف دمشق اتفقوا على المحكمة الوحيدة وهي دار العدل في حوران التي أسسها أسامة اليتيم قبل عامان تقريبا. نعم. طيب، يعني ما مكانة الشيخ أسامة اليتيم في درعا في حوران عموما، غير كونه رئيسا لدار العدل؟ طبعا الشيخ أسامة اليتيم هو خريج حاز على الماجستير في الشريعة، يحظى بثقة القياديين العسكريين في الجيش الحر وفي الجبهة الجنوبية، كذلك يحظى بثقة الكتائب الإسلامية أيضا في حوران. هذا ما خوله لرئاسة محكمة دار العدل وأيضا الإشراف عليها. نعم. محمد المذيب الناشط الإعلامي بدرعا وريفها، شكرا جزيلا لك.